مطار الحسن الأول بالعيون تنطلق اليوم رحلة الحجاج المغاربة لمدينة العيون متوجهين إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج للموسم 1436 هجرية. فرحانين من الحج إن شاء الله يعملوا لنا ونعود مقبول علينا، والله يسهل عليكم ويسهل على وليداتنا وليدات المسلمين كاملين، وراني مكافئة مع جارتي هذه وحبيبتي ومرحبا بكم كاملين وسهلا. احنا فرحانين بدل المشي عملنا مشية الخير والسلامة علينا ان شاء الله وبنت ندام، وفرحانين بدل الحج لحقنا سالمين وغانمين ان شاء الله، وذات اللي تخطى كامل الحمد لله ما رينا صعوبات ولا رينا لا شيء زين، وكل شيء زين وكل شيء صالح وينصر الملك. الحمد لله الناس بعد استقبال زين الحمد لله، وحنا نمشيو ان شاء الله بخير على خير. احنا الحجاج جماعي ان شاء الله ويجعل الحج مبروك وسعي مشكور، وهاد السلطات الحمد لله تهلاو فينا واستقبلونا استقبال زين الحمد لله، الله يجازيهم ان شاء الله الحمد لله. الحمد لله. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. 217 حاجا وحاجة استقبلوا بالمطار وسط تسهيلات من طرف السلطات المحلية والهلال الأحمر المغربي، كما يرافقهم طاقم طبي وفريق من مندوبية الشؤون الإسلامية من أجل أداء الركن الخامس في أحسن الظروف. وفد الحجاج هذا تلقى تكوينا نظريا وتطبيقيا حول ترتيب شروط الحج حتى يقام وفق السنة، وعنه يصرح لنا مندوب الشؤون الإسلامية السيد العماري محمد. كما تلاحظون فإننا في هذه اللحظات المباركة التي نقوم بمساعدة حجاج بيت الله الحرام التابعين لجهة الساقية الحمراء، والذين سوف يتوجهون بحمد الله بعد ساعتين من الآن. لاحظتم الأجواء الطيبة الممتازة التي تسود مطار الحسن الأول بمدينة العيون، حيث تجندت جميع المصالح التابعة للمطار والسلطات وإدارة المطار والأجهزة، كل من جهته يدلو بدلوه لتسهيل وتيسير عملية سفر حجاجنا إلى الديار المقدسة. وكما تعلمون فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اعتمدت إلى الديار المقدسة مجموعة من البعثات. هناك بعثة علمية تقوم بمصاحبة الحجاج لتدليل جميع الصعاب في كل ما يتعلق بمناسكهم من الناحية الشرعية. هناك أيضا بعثة إدارية تسهر على عملية إسكانهم وتنقلاتهم وجميع الأمور التي تتعلق بالجانب الإداري. هناك بعثة إعلامية تقوم بتغطية مناسك الحج وجميع المراحل التي يؤديها الحجاج انطلاقا من وصولهم إلى الديار المقدسة إلى حين رجوعهم إلى أرض الوطن بحول الله تعالى. بطبيعة الحال هناك بعثة صحية ترافق الحجاج، وعلى سبيل الذكر فالبعثة الصحية هناك بعثة صحية مدنية تابعة لوزارة الصحة، وهناك بعثة صحية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الملكية. إذن جميع الترتيبات اتخذت بطبيعة الحال تنفيذا للتعليمات السامية لأمير المؤمنين عزه الله، الذي يسهر على ضمان الراحة التامة لضيوف الرحمن انطلاقا من بلدنا العزيز المملكة المغربية وفي الديار المقدسة. نتمنى للجميع أن يؤدوا مناسكهم في ظروف جيدة فيذهبون إن شاء الله سالمين ويرجعون غانمين بذنب مغفور إن شاء الله. والسلام عليكم. وحسب اتصالنا بالبعثة فقد وصل الحجاج للديار المقدسة بصحة جيدة وشرعوا بتأدية مناسكها، كما أن حادث الحرم الملكي ولله الحمد لم يخلف أي ضحايا في صفوف وفد الأقاليم الجنوبية، فحج مبرور وسعي مشكور. لا شريك لك لبيك الله